يا حبيب يا حبيب الله يا حبيب الله محمد الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين رب الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب رب العالمين إمام المتقين قائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا أحبتي في رحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعظم متعة أن نعايش أخلاقه العالية واحتماله العظيم وهو يعامل نساءه. وينبغي أن تعلموا شيء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم حكم التعدد في حياته أن الله عز وجل أراد له أن يكثر من عدد المطلعين على بواطنه، كما قال ابن حجر. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تكلم عن حكم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء الكثر. أن قريش كان بيقولوا ساحر وبيجيوا كلام من وين، ربنا قال لهم الزوج كتار لأنه نساء كثر يطلعن على خفاياه، وكذلك لتتعدد مصادر نقل حركته الخاصة لأنه رجل فوق العادة. نحن نحتاج إلى أدق تفاصيل حياته، وما أحوجنا في ظل الانهيار الأسري الذي اجتاح العالم والتفكك الاجتماعي والإشكالات في البيوت أن ننزل وأن نجعل من حياته وعلاقته مع نسائه وزوجاته أن نجعل هذا بلسما ودواء لنا. طيب، في الحلقة دي، الحلقة الفاتحة تكلمنا عن الملاطفة والأنس والاستماع وكذا. في هذه الحلقة سأتكلم عن أهم قيمة مع المرأة، الصبر والاحتمال. شوف، زور جاني قال لي يا شيخنا أنا داير لي مرة كاملة أقول له أقنع من العرس في الدنيا وارجع الآخرة، بل واضح كده. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستمتعوا بهن على عوجهن، استوصوا بالنساء خيرا فإن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره طلاقها. لقد صبر محمد وتجلد حتى نال النصر. كان طموح محمد موجها بالكلية إلى هدف واحد، فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية أو ما إلى ذلك، حتى صلاة محمد الدائمة ومناجاته لربه ووفاته وانتصاره حتى بعد موته. كل ذلك لا يدل على الغش والخداع، بل يدل على اليقين الصادق الذي أعطى النبي الطاقة والقوة لإرساء عقيدته. لامرتين في كتابه تاريخ تركيا. طيب، حديكم نماذج وكده أسمعوا. النموذج الأول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا رجال نغلب نساءنا من قريش، فلما أتينا المدينة وجدنا رجال تغلبهم نساؤهم. يعني قال المرأة القرشية ما عندها مع الراجل كلام، لكن النسوان المدينة ماسكات الرجال صح، قادرات على رجال وكده. عمر الخطاب اتزوج له أنصارية، بقت يتناقروا، يقول تقول له كده ما كده صح. قال له انت شو ده؟ قالت له، وكان بشاكل، فقالت له أنت لا تريد أن يراجعك أحد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه يراجعنه. فذهب عمر يريد أتأكد من الخبر. عارفين لقى شنو؟ لقى النبي صلى الله عليه وسلم قعدات حوالينه، هو قاعد في نصهن واسمه متمحن، ما في زول بيتكلم، وجوم كلهم صانين. عمر قال كده أنا أكسر الجودة، فقال يا رسول الله إنا كنا نغلب نساءنا فأتينا إلى المدينة ووجدنا في المدينة رجال تغلبهم نساؤهم. قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم
قال له هؤلاء اجتمعنا يردنني ويراجعنني في النفقة. قالوا لي النفقة دي شوية والقروش دي بسيطة وانت بتجيب قروش كثيرة ونحن متقشفين وتعبانين وزيد لنا القروش دي. فقام أبو بكر وكان موجودا يضرب عائشة، وقام عمر يضرب حفصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. سأل حفصة قال أتراجعون رسول الله؟ قالت نعم نراجعه، كده ما صح لا كده صح. شيء عجيب. حتى قال عليه الصلاة والسلام، وده النموذج الثاني لعائشة، إني أعلم غضبك ورضاك عني. قالت كيف؟ قالت إذا غضبت تقولين ورب إبراهيم ورب موسى، وإذا فرحت ورضيت تقولين ورب محمد. بدها شوف النسوان دي يعني. طبعا عائشة رضي الله عنها امرأة عجيبة، تقول شنو؟ ولكني لا أهجر إلا اسمك. يا سلام يا سلام، الصديقة بنت الصديق بتقول له أنا بهجر اسمك، يعني الاسم بس، لكن في القلب أنا بكون أنت أولى عندي. لكن شوف احتماله، احتمال النبي عليه الصلاة والسلام. أحكي لكم قصة عجيبة جدا في الاحتمال تستغربوا شديد. هذه القصة أوردها ابن سعد في الطبقات. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، يعني يطوف بنسائه ثم يأتي ويستقر في بيتها المبيت، وكان ذلك عند ميمونة. ميمونة تركته جالس، مشت تعمل حاجة كده، جات لقته ما فيش. وطبعا متزوج بأكثر من امرأة. شوفوا رسول الله، أديكم قاعدة، كثرة النسوان بتعلم الزول الأخلاق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيسوس 9 نسوة، 9 هو بيسوسن كلهم مع بعض بدون ما يحصل أي تقاطعات. والله دي داير لها أخلاق 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 عالية. طيب الحصل شنو؟ الحصل إنه ميمونة جات لقته ما فيش. ماذا قالت ميمونة؟ قالت فظننت أنه ذهب لبعض نسائه فأغلقت دونه الباب. قفلت الباب ورقدت. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطرق الباب، أبت أن ترد عليه، لا قالت له لا فتحت ولا اشتغلت بالشغلة. يا إخواننا الحاصل شنو؟ الرسول قاعد يقول لا أفتحي، أبت تفتح. حلف بالله، سألتك بالله ألا فتحتي. هنا لما سأل بالله وهي مؤمنة ردت عليه بالكلام. قالت تذهب في ليلتي تطوف ببعض نسائك؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما حقنني بول فخرجت أبول. فداك نفسي يا رسول الله، فداك نفسي، إنما حقنني بول فخرجت أبول. يا سلام يا أخي. لكن حاجة عجيبة بالله. حسا انت ده اي زول بيسمعني الان بينك وبين نفسك، كان جيت مرة قفلت الباب وابد تدخلك، بتسوي شنو؟ كده بينه وبينك كده بتسوي شنو؟ يا اخي ده كلام عجيب ده. محمد خير خلق الله من مضر، محمد خير رسل الله كلهم. يعني احتمال ما بعده احتمال، وأخلاق ما بعدها أخلاق. والله ما أملك إلا أن أقول هذا نبينا. أسأل الله تعالى أولا أن يسعد الأزواج، وأن يؤلف بين الأسر، وأن يجمع الشمل، وأن يصلح ذات البين، وأن يزوي الشباب، وأن يسعد المتزوجين، وأن يسعدنا وأن يمتعنا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا فيها علما. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.